بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حول أخبار لاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي حول الاتهامات التي وجهت إليه من طرف فتاة فرنسية حول محاولة اغتصابها من طرفه، حيث وبشكل رسمي قدمت الفتاة توجيه تهمة الاغتصاب لأشرف حكيمي. وكان هذا آخر ظهور له، كان مبتسما في التدريبات كما تظهر في الصور. ووجهت تهمة الاغتصاب لنجم منتخب المغرب وباريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي الجمعة حسب ما قال مكتب المدعي العام في نانتير. واستجوب المدعون العامون حكيمي الخميس الماضي بعد الاتهامات التي وجهت له من قبل امرأة تبلغ من العمر 24 عاما بتعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب. كما نقلت من عن مصادر مطلعة على القضية إن المكتب المدعي العام في نانتير، وهي الضاحية الغربية للعاصمة باريس، فتح تحقيقا في قضية اغتصاب بحق اللاعب. وذهبت الشابة إلى مركز الشرطة نهاية هذا الأسبوع، أبلغت على أنها تعرضت للاغتصاب من قبل نجم منتخب المغربي وفق وسائل إعلام محلية. أما عن صدى هذه الأخبار، فكشفت تقارير إعلامية فرنسية أن الدولي المغربي أشرف حكيمي ليس ممنوعا من السفر. ووفقا للمصادر نفسها، فإن الدولي المغربي والظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان سيلعب مباراة فريقه أمام النادي بايرن ميونخ الألماني. في المقابل ذلك، تؤكد محامية اللاعب المغربي أن المشتكية ترفض المواجهة والكشف عن الدلائل في الموضوع، الأمر الذي ينذر بابتزاز جديد. وهذا حيث أن أشرف حكيمي قام بإعطاء الجهات المختصة كل الرسائل الخاصة به في الانستغرام، قام بتقديمها، بينما الفتاة لم تقدم أي دلائل أو رسائل، حيث تقول أنها قامت بمحي تلك الرسائل الخاصة بهما، بينما اللاعب كان متعاون جدا في التحقيقات. وهنا يعني ممكن نشوف أن الفتاة تبدو متلاعبة. أما عن الأخبار المتداولة حول كيليان مبابي، والذي هذه الأخبار انتشرت كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب الكثيرون أن كيليان مبابي قام بالتهديد باعتزاله دوليا بسبب قضية أشرف حكيمي، إذ تمت توجيه تهمة الاغتصاب ومحاكمته في المحاكم الفرنسية، على أنه سوف يقوم بالاعتزال دوليا، حيث أن كيليان مبابي هو صديق مقرب جدا لأشرف حكيمي. لكن تبينت هذه التغريدات المنسوبة لكيليان مبابي أنها مفبركة وغير صحيحة، بينما كيليان مبابي لم يعلق لحد الآن حول الخبر. ويعرف كيليان مبابي وأشرف حكيمي بأنهما صديقين حميمين جدا، ودائما دائما يكونوا مع بعض، ويقوم أحدهما بمساندة الآخر. هذه هي الأخبار المتداولة حول أشرف حكيمي. أما عن زوجة أشرف حكيمي، فقد طلبت الطلاق مباشرة بعد هذه الاتهامات. وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن هبة عبوك زوجة المغربي أشرف حكيمي بدأت إجراءات الطلاق عقب اتهامه باغتصاب والاعتداء على فتاة في باريس. يعني زوجته قامت بطلب الطلاق مباشرة بعد هذه الأزمة، لكن هنالك
مصادر إعلامية تقول أن الأزمة بين أشرف حكيمي وزوجته كانت من قبل هذه الاتهامات، ويبدو أن هذه الأخبار كانت النقطة التي أفاضت الكأس بين الزوجين، حيث أنهما كانا يفكران في الانفصال منذ فترة. وجاءت قصة الاغتصاب المزعومة لتسرع العملية أكثر، ودليل ذلك صمت عبوك التام بعدما تم اتهام زوجها بالاغتصاب، مقارنة بما فعلته جوانا سانز زوجة داني ألفيش الذي يقبع في السجن عقب اتهامه بقضية مماثلة. وأيضا قامت الممثلة الإسبانية وزوجة أشرف حكيمي بمحي جميع صورهما، معظم صورهما معا بعد هذه الاتهامات. هذا ما جاء حول هذا الخبر. بينما ظهرت أمه أم أشرف حكيمي في أحد المناسبات، وقالت أن قلبي يخبرني أن ابني بريء وهو يتمتع بحسن التربية، وأقسم لي ببراءته. علقت سيدة سعيدة موح والدة اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي على توجيه تهمة الاغتصاب لابنها، مؤكدة أنها تؤمن ببراءته. وقالت سعيدة: أنا أؤمن ببراءته لأنه يتمتع بحسن التربية والأخلاق العالية ولا يستحق ما حصل له، مشيرة إلى أنها تحدثت إلى حكيمي بشأن القضية وأكد لها براءته بحسب العربي الجديد. واستنكرت سعيدة اتهام حكيمي، متسائلة كيف يمكن أن يتم ذلك في ليلة تواجد زوجته معه في المنزل، حيث يوجد العديد من الحراس والكاميرات المراقبة في جميع الاتجاهات. وأيضا ما يمكن القول حول هذه القضية أن هذه الاتهامات سوف تضر بسمعة اللاعب كثيرا، حتى ولو كان بريئا، يعني من الصعب الخروج كما الدخول في هذه القضايا، لأن عصر السوشيال ميديا والمحاكم الإعلامية إنه يقول أنه سيخسر الكثير بكل الأحوال. الأندية ستبتعد عنه، الإعلام سيتجنب مدح مستواه. صعب جدا، يقول أحدهم، أن يخرج اللاعب من هذه القضية واقفا على قدميه. هذه الأيام المذنب أصبح مذنب، كان مذنب أم بريء. نتمنى تبرئة اللاعب، وأن تكون هذه الاتهامات فقط اتهامات باطلة، لأن خسارة جدا يعني أن يتم إفساد صورة اللاعب ومشواره الرياضي بهذه الطريقة. نتمنى عودة المياه إلى مجاريها، وأن تكون مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة. شكرا على المتابعة، أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.